الراجل ده ماشي بعربيته في امان الله، قابل جراند في طريقه. جراند ده كان شكله مرعب وشكله كده هيتحول لخروف، بيتضايق عليه وبيعض صباعه وبيسيبه ويمشي. الراجل ده بيحس بوجع في رجليه، بيخلع الجزمه بتاعته، شاف رجليه اتحولت لرجل خروف. فيلمنا بيبدأ بولد اسمه هنري، عندهم مزرعة غنم كبيرة ومعاه أبوه وتاكر صاحبه كلب الحراسة بتاعهم، وده أخوه إنجز اللي مش بيحب هنري، لدرجة إنه في يوم راح بالفاس بتاعته للغنمة دي وقتلها من غير رحمة. واستنى هنري يدخل الحظيرة عشان يخوفه بالغنمة اللي موتها، واستخدم الصوت بتاعها كزي مرعب عشان يخوفه أكتر. وكل ده علشان هنري يكره الخرفان ويستغنى عن الورث بتاعته في المزرعة لأخوه إنجز. بيعدي 15 سنة وخلاص هنري كبر ورجع المزرعة تاني بعد وفاة أبوه، وكمان بيشوف أخوه إنجز اللي بقى يمتلك مزرعة الأغنام كلها. وهنري كان عنده فوبيا من الغنم وطول الوقت بيخاف منه. راح للسيدة ماك وسلم عليه، وبعدين راح لاخوه انجز يسلم عليه، لكن لقاه بيعمل بروفة مؤتمر صحفي لمشروع الجينات الوراثية اللي بيجربها على الغنم بتاعته. لكن انجز اتضايق لما شاف هنري رغم المدة الكبيرة اللي ما شافوش فيها. وهنري قال له ان الدكتور اللي بيعالجه واللي اجبره يرجع تاني ويعيش بين الخرفان في محاولة انه يتخلص من مرض الفوبيا من الغنم. الاثنين دول يوسم وجرانيت هم صحفيين وبيتسللوا المختبر انجز السري عشان عايزين يعرفوا حكاية الجينات الوراثية اللي بيجربها على الخرفان. جرانت بيجري على صندوق فتحه وسرق عينة من الجينات، لكن الموظفين شافوه وطلعوا ورا. ويوسم استخبت وجرانت بيحاول يهرب منهم، لكن وهو بيجري اتكعبل وقع والعينة وقعت من الازازة واتكسرت، ويطلع منها خروف صغير شكله متوحش. وبين المشروع اللي بيجربه انجز في المختبر بتاعه مشروع خطير، لانهم بيحولوا الغنم من كائنات مسالمة لكائنات متوحشة واكلة لحوم، واللي هيتلمس منها هيتحول هو كمان لخروف متوحش. وده اللي حصل مع جرانت لما الخروف طلع له واكل ودنه بوحشية، وبعدين الخروف سابه وبيكمل طريقه لحد ما وصل لمزرعة انجز. الغنمة دي بتشوف، لكن اول ما قربت منها الخروف المتوحش عضها. وفي نفس الوقت ده بنلاقي يوسم بيدور على جرانت، وهنا بيقابل صديقه تاكر وبيرحب بيه وبياخد تاكر في جولة جوه المزرعة. فجأة وقف العربية، شافوا الغنمة اللي اتعضت واقفة قدامهم، وكانت واقفة قدامهم زي ما تكون معترضة طريقهم ومش خايفة منهم. ولما نزل علشان يرجعها للمزرعة، يوسم كانت سرقت منهم البندقية وبتهددهم انهم يرجعوا لها صديقها جرانت لانها فكرتهم مشتركين مع انجز في المختبر السري. لكن هنا بيقول لها ده اخويا لكن انا مش بحبه. وكمان عرفوا منها حقيقة المشروع الخطير اللي بيجربوا على الخرفان. بعدها تاكو خد منها السلاح وهيبقوا فريق ضد انجز ومشروعه الخطير. بنلاقي جرانت بدأ يتحول لخروف متوحد، وهنا ويوسم وتاكر بيدوروا على جرانت. وبنلاقي هنا ويوسم كل واحد فيهم اعجب بالتاني. بعدها بنلاقي تاكر شاف بيت مولع، راح يشوف ايه الحكاية. شافوا المطبخ كله متشقلب وحل على النار بقالها مدة، لكن ما كانش في حد. بعد شوية جالهم خروف وبيهجم عليهم، ودخلوا بسرعة جوه البيت وقفلوا الباب. بعدها شافوا الراجل اللي كان ساكن في البيت طول بشكل بشع، والخروف كسر الباب وكان عاوز ياكل اي حد، لكن في الاخر موتوا تاكر بالبندقية. ولما جم يخرجوا شافوا الخرفان محوطة البيت كله، لكن مشوا وسطهم وخرجوا عادي لان مزرعة الغنم دي كانت ما اتحولتش. ويوسم كانت بتساعد هنا على الخروج علشان بيخاف من الخرفان جدا، لحد ما كلهم ركبوا العربية. لكن كان في خروف متوحش ركب جنب تاكر وطول الوقت مش قادرين يتخلصوا منه، والخروف عدى تاكر من رجليه لحد ما نجح وطلع فوق العربية، وكلهم نطوا منها. وفي الاخر العربية من فوق الجبل. المهم انجز كان ماشي بعربيته، قابل جراند في طريقه، نزل من العربية وجراند كان شكله مرعب وخلاص قرب يتحول لخروف. ومرة واحدة عض انجز وسابه ومشي، وبيحس بوجع في رجليه. بيقلع الجزمة، شاف رجليه اتحولت لرجل خروف. اثناء ما هم في العربية هجمت عليهم الخرفان وجريوا لحد ما دخلوا مختبر انجز، وشافوا خروف مسلوخ ومتعلق لكن كان لسه صاحي. بعدها طلعت لهم رئيسة المختبر وكمان انجز. الدكتورة خدرت تاكر بالحقنة، وانجز كان عاوز يقتل اخوه لكن ما قدرش وسابهم يهربوا. ولما جم يهربوا شافوا الخرفان بتهجم عليهم وجريوا على الحفرة دي، وكانت مليانة باللحوم المتعفنة. وفجأة بيطلع عليهم خروف كان عايز ياكل يوسم، لكن هنا يحرقوا بالشمعة اللي معاه وانقذها، والاتنين حبوا بعض وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا للبيت ودخلوا فيه. وفجأة شافوا جرانت جوه وكان خلاص اتحول لخروف، واول ما شافهم هجم عليهم وكان هيموتهم، لكن في الاخر قدروا يهربوا منه وحبسوه جوه البيت. الدكتورة شافت تاكر على وشك انه يتحول لخروف، وبعدين راح لها انجز وخدت عينة من مكان العضة اللي في ايده وصنعت لقاح ضد الفيروس ده. وتاكر كان خلاص اتحول لخروف، لكن لما جربت عليه اللقاح ورجع تاني الانسان طبيعي، واللقاح اللي صنعوه نجح. وانجز كان منتظرها في المؤتمر باللقاح علشان يحول الغنمة دي لانسان من جديد ويبهر الناس كلها. لكن لما خرجت من المختبر شافت الخرفان بتاكل كل الناس اللي معاها، وابتدوا يجروا وراها وكلوها هي كمان. وبتكون خلاص الخرفان اكلت كل الناس اللي في المختبر، وانجز في المؤتمر منتظرهم وبقى محرج جدا ومش عارف يتكلم. وطول الوقت الغنمة ديت بتطلع صوت
عالي، وإنجز بيحاول يسكتها لأنها كده هتتسبب في هجوم الخرفان عليهم. هنري ويوسم كانوا وصلوا للمؤتمر، وبعد شوية الخرفان هجمت على الناس كلها، وهنري ويوسم واقفين يتفرجوا، والخرفان بتاكل في الناس بكل وحشية، والمزرعة كلها اتحولت لأغنام آكلة للحوم البشر. وإنجز وهو بيهرب قابله خروف، لكن سابته ومشيت لأنه مصاب بنفس العدوى، والخرفان بيعتبروه خروف زيهم عشان كده مش بياكلوه. والخرفان شغالة أكل وقتل في الناس. والسيدة ماك وصلت بالعربية وأنقذت هنري ويوسم، وكمان إنجز هرب بالغنمة بتاعته، وكلهم اتجمعوا في بيت العيلة في المزرعة. وجراند كان في البيت وكان بيحاول يموت هنري، لكن يوسم طعنته في ظهره وأنقذت حياته. في الوقت ده الخرفان كلها حوطت كل البيت من كل ناحية، وناس كتير اتحولت لخرفان، وبيشوفوا إنجز وهو بيهرب وبيقرروا يمسكوه قبل ما يعدي الناس. لكن هنري بيكتشف إن هو كمان اتعض وهيتحول لخروف، فبيقرر يهربهم علشان ما يأذيش حد فيهم، وهو هيتولى موضوع إنجز بنفسه. وقبل ما يمشي بيودع حبيبته، وإنجز وصل لطيارته وبيجهزها عشان يهرب، لكن لما راح للغنم عشان ياخدها معاه بيلاقي جسمه ابتدى يتحول لخروف. وعلى ما وصل له هنري كان خلاص اتحول لخروف وفضل يضرب فيه، لكن هنري طعنه ووقعه في الأرض وبعدين هرب منه. لكن إنجز طلع له تاني، وبنلاقي تاكر صاحبه جاي له ينقذه بالعربية، واستخدم اللقاح على إنجز وهنري قبل ما يتحولوا للخرفان. وإنجز رجع تاني لطبيعته، وبنلاقي إنجز قام تاني ورايح للخرفان، وبنلاقي الغنمة بتاعته جات له أكلته من مكان حساس، وكل الغنم اتلمت عليه. هنري شغل ولعته وحدفع على الغنم وفجرهم كلهم، وفي الآخر استخدموا اللقاح ده على الأغنام وحولوهم تاني لبشر، من بينهم طبعا جراند. وبكده يكون خلص فيلم النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان تشوف كل جديد.